Photoshop Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. النهاردة ان شاء الله هنعمل درس جديد شوية. هو يعتبر متكرر بس بطريقة احدث. هنعمل الفلات ارت بس بطريقة رسم شخصيات عادية. آه، هنبدأ النهاردة هنرسم شخصية هتلر زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا الشكل بيبقى مضحك شوية عشان بيبقى فاني يعني. آه، موضوع كان طلب فهنعمله. بنبدأ ان شاء الله كده بنعمل نيو. بسم الله. ممكن تخليها ليتر او ليجل او اي فور او دي بتبقى حاجات جاهزة تمبلات. انت ممكن تخليها ليجل او ليتر مش فارقة. ممكن اخليها ليتر على السريع يعني اهو. تبقى اخفف شوية من الليجل عشان يبقى الليجل اكبر. طبعا احنا متعودين ان الفلات بيبقى عبارة عن جنب وريفلكت، بس بيبقى في اضافات انت بتعملها يعني، بس في الموضوع مش بياخد وقت. نبدأ ان شاء الله نحط البتاع ده على جنب. ده كود البشرة، يبقى في تدرجات نص البشرة يعني. احنا ممكن نخليها مثلا التدرج ده احنا عايزينه يبقى فاتح شوية. نبدأ بالوش. انا مش عايزكم تاخدوا الحاجة زي ما هي كده يعني، انا قصدي انكم تطوروا انتوا بقى مع نفسكم. احنا طبعا محتاجين الستروك كتير جدا عشان هنحتاجه في التحديد. الفلات التاني مكانش محتاج قوي يعني. بنعمل جنب ومش هنقفله علشان احنا هنعمل الريفلكت وهيبقى هنا في ستروك في النص فمينفعش. فهنعمل بدل الكاترل سي ممكن تضغط الت على الصورة كده هيظهر لك مواسين تحت بعض اللي هو الكروزز دي، تاخدها كده بعيد هتلاقيها عملت سبلت كرايت يعني. تعمل الريفلكت بتاعنا نظبطها كده اهو. تمام. طبعا احنا هتلر انت ممكن ترسم شخصية صاحبك او اي حاجة، المهم انك تكون متخيله او تكون مثلا حاطط صورته قصادك بحيث ان انت تنقل زي الديجيتال بينتنج ديجيتال ارت. ترسم بس من غير ما تحد او تشوف، بترسم بالشكل، فاهمني؟ فهنا هيلتر انا عارف شكله شوية يعني نوعا ما، في كام حاجة بتميزه زي شعره مثلا شنبه كده يعني. بتاخد الحاجات اللي بتميز الشخص ده وترسمه بيها. نرسم شعره دلوقتي. فمش عايزكم ترسموا نفس الشخصية دي، تمام؟ انا بس في غلطة عملتها في شعره هنا، ممكن نمسح ده وده كمان عشان هنا الاتنين غلط. طبعا الهاندل ديت انت زي ما انا قلت ممكن تتحكم فيها انك تعدل يعني بتاع دوت الكيرف. انا شعره بس متلخبط فيه شوية كده يعني، حلو نوعا ما برضو. تمام كده بنيجي على الحواجب بتاعته. الحواجب يعني هو بيبقى حاجات كروكي كده. طبعا السمارت جايز دي مهمة جدا، انك اللي هي الحاجات الخضراء اللي بتظهر دي بتساعدك طبعا.
كده عينه. طبعا معلش مش هتبقى بنفس الرسمة طبعا، ممكن اصل الرسمة دي كنت هعملها يعني بمزاج شوية. اللون الابيض، الكوبي والريفلكت. السمارت جازي دي هي اللي بتحدد لك يعني اذا كان الاتنين متساويين ولا لا. انا عارف ان مش نفس الشكل ومش هيبقى نفس الحاجة اللي انا عاملها هنا، بس يا ريت تفهموا الفكرة بس. يجي على شنبه. طبعا احنا هنا بقى عايزين الستروك بس، الستروك اللي هو الخط الخارجي، والفيل اللي هو اللون الداخلي. فاحنا هنضغط السلكشن تول ونضغط على اللي احنا رسمناه، هيظهر لنا اوبشن تاني غير اللي ظاهر. هنخلي الستروك زي ما هو، ونيجي عند الفيل ونلغيه خالص بكلمة نان. بقى ايه؟ بقى فاضي. نظبط كده اهو، تمام زي ما انت شايف هنا كده. بقى نيجي على العين، تمام، نختار الدايرة. انا احتمال اظبط العين، نرجع تاني بقى ايه اللون الاسود. العين من جوه بيبقى افتح شوية. بيبقى طبعا فيه انعكاس كده على العين، اللون ابيض مثلا، فهناخده من نفس اللون هنا، بس نلغي الستروك عشان مش محتاجين ستروك هنا. هنا احلى حاجه في الستور انه كل حاجه متوفره. مع الشغل ده مش بيتعمل قوي بالفوتوشوب، عشان الفوتوشوب مش هيوفر لك الحاجات دي قوي يعني، اللي هي الستروك. اللي تعمل الستروك بيبقى دايما كامل، مينفعش تعمل ستروك زي ما احنا بنعمل هنا كده. كده بنيجي على الودن، فاضل الودن. عشان ناخد اللون، احنا طبعا في هنا ستروك وهنا هيبقى في ستروك، فاحنا هنقلل الحته ديت، نخلي الودن ورا الوش. الودن اهو، يعني انت لو ضغطت هنا هتلاقي اختار الودن، تاخدها تحت الوشين كده اهو زي ما انت شفت، ونقلل الحجم شويه بصوت كده. نيجي بقى على التفصيلات شويه، مثلا بتاعت الودن يبقى في كده ايه حلقات
تمام. نيجي بقى على الوش، طبعا الشعر بيبقى ليه ظل، فهنعمله اهو كده. طبعا لما يجي هندل تانية واجي نعمل كده هتلاقي في الهندل ديت متحكمة في ده، فاحنا عشان نلغي الموضوع ده بتضغط الت يظهر لك المثلث ده، وتيجي عند الحتة دي كده لحد ما يظهر لك الشكل ده، عند النقطة دي هوب تغلط تلغي، هتلاقي ايه الحاجة دي كده راحت. الت برضو هنا، طبعا هنا نعمل اي حاجة كده تمام. نخلي اللون اغمق شوية، وناخد دوت تحت الشعر، الشعر اهو ناخده تحتيه كده تمام. عايزين نلغي الستروك نضغط عليه نشيله، ونقلل الاوباسيتي بتاعتها كده حلو. بعد كده الوش بيبقى ليه زلة برضو، في سحبة من العين كده. طبعا احنا لو عايزين ناخد مثلا نفس اللون بنفس الاوبشن بتاع حاجة تانية، بتجيب اي دروب دي، مش بس بتاخد اللون بس، بتاخد اللون بالاوبشن. يعني مثلا هنا انا هلغي الستروك بس هنا في ستروك، لما تضغط كده هياخد نفس اللون ويشيل الستروك. احنا ممكن نقلل ايه شوية كده. طبعا العين تحتها بيبقى فيه اللي هو يعني بيبقى تفاصيل كده انت بتضيفها، يعني تعمل شكل. وننزل التفصيلة ده تحت العين برضو، نعمل سلكت عليه وناخد بالالت برضو نفس النظام. هو طالما اخدت اول مرة هتفهم الفكرة على طول، يعني مش الموضوع مش صعب ولا حاجة، هو مش محتاج درس اساسا، بس انا على حسب الطلب شغال والله. الشنب نيجي عند العين، مش هنعملها بالبين تول، في حاجة تانية البينت براش تول ديت ممكن تسحبها كده اهو، تضغط هنا تمام زي ما انت شايف هنا كده اهو اهو، ونقلل بس الباسيت بتاعتها، وننزله تحت التفصيل، يعني ننزله تحت شوية. احنا هنا مش عايزين الستروك بتاع الحاجات ديت عشان هنلغيها، عشان ايه مش عايزين الفل اقصد، بس كده تمام. نفس النظام هنا، طبعا احنا هنا اتلخبطنا بس شوية وعملت انا الفل اهو. ممكن ناخد ده كده بقى كوبي، بس كده.
كده طبعا شبه خلصنا، بس طبعا في على الشعر بيبقى على الاطراف بيبقى في كده انعكاس ضوء بسيط كده، ريفليكشن يعني، اهو. احنا عايزين الفيلم، مش عايزين الستروك، ابيض. هنا نون، قلل الوزتي. احنا كده خلصنا وشه. طبعا عايزين نعمل لاير جديد ونخليه تحتيه عشان ده هيكون الهدوم بتاعته. طبعا بيبقى كروكي، مش لازم ان انت تعمل نفس الحاجة، انا هفضل اكرر الكلام ده كتير. الجايدز دي بتساعدنا كتير، ولو مش ظاهرة بتروح عند الفيو وهتلاقي سمارت جايدز انا مشغلها، دي هتساعدك كتير جدا. احنا هنخلي اللون ده مش ابيض ابيض يعني، فليكت. طبعا انت بتبتكر في الموضوع ده، انت بتبقى متخيل الشخصية بس، هي حاجة بقى. معلش بعتذر على اللخبطة دي. بنيجي على لون شبه بيج يعني، ممكن اخد اللون ده، نيجي هنا ناخد الكود ده، كنترول سي، نيجي هنا نفتح اللون هنا، نضغط كنترول وفي، تمام كده.
تمام كده. نيجي بقى نعمل الاستروكات. طبعا احنا محتاجين الاستروك ده والاستروك ده، محتاجينه كله. نعمل اللي هو الاستروك نشغله تاني، معلش. وهنا نفس النظام. هنا طبعا مش هنعمل الاستروك بقى، هنعمله بطريقة تانية، احنا نحدده، عشان هنا مرسمينها بطريقة مختلفة وعاملينها كلها. ولو عملنا الاستروك هيبقى فيه استروك في النص، واحنا مش عايزين كده. احنا نرسم استروك خاص بينا احنا، تمام. بس احنا نيجي نعمل ايه؟ نلغي بقى الفل. تمام. بس كده. نعمل لنا هنا زرارين ولا حاجة. طبعا خلصنا. اتمنى يكون الدرس عجبكم. طبعا تبقى تجريبية شوية عشان انا مش هعملها بنفس الجودة التانية. يا رب اكون فدتكم بحاجة، وشكرا جدا اتفرجتوا وكده. بس